اسمي حمود محسن حسن، اسم الحركي أزموراي، من مواليد 2000 مرقدة، من عائلة طبعا ريفية. احنا 5 شباب أخوة و4 بنات. طبعا أتميت دراستي بمرقدة لحد الصف الثامن، وما تعلمت شيء طبعا من المدرسة غير فك الأحرف، لأنه ما شاء الله على دولتنا معزز المنهاج، يعني حاطته بين قوسين شيء، يعني أشياء تخدم مصلحته. الهيجز نص الشباب المنطقة يعني كان يفروا من التدريس يتجهوا على أعمال اللي موجودة ضمن هاي البلدة. طبعا توالت أحداث وصارت الأحداث بمرقدة، تركت المدرسة، التجأت للأعمال الأكثر تداول بالمنطقة، واللي هي الأعمال الحرة. طبعا معروف بالمنطقة بالبلدة اللي أنا عايش بها، أين بيت كان حالته المادية ضعيفة، طبعا نلتجئ لشيء ننفع به عوائلنا. كنت مشتغل أعمال شاقة كثير منها، مثلا عمار، قطع اللبن، حتى السقاية، الرعية، يعني شيء نحاول نساعد به عائلتنا ماديا. بس طبعا كنت لما أرجع أنا من الشغل ما كنت أحس بمشقة مثل ما ذكرت نوع العمل، لأنه عن جد كنت أحس إنه عم قاوم مشان أعيش، طبعا أنا وعائلتي. هنا توالت أحداث النوب كمان وجدت داعش على المنطقة، اللي كانت تدعي أنه هي دولة شرعية، دولة إسلامية. طبعا هي بعيدة وبريئة، الدين بريء عنها من هي المواضيع. رح أذكر قصة لداعش. أنا كنت هنيك بالبلدة، كنت أشتغل بمطعم بالبلدة. كان جاي واحد داعشي، قال 3 دقائق الكل يطلع من محلاته ويجي على الساحة. يعني صار عندنا نوع من الاستغراب، وصار إجبار على الشيء هذا، إنه ما حدا يضل، الكل لازم يحضر بالساحة. لما رحنا على الساحة تفاجأنا صراحة، وإلا بشاب عمره 28 سنة، من تل حميس، ثاني على ركبه، وواحد ماسك راسه حاط السكينة عند رقبته. يعني كان بده يعدمه. يعني معروفا تل حميس بلدة إذا على الشريعة اللي يدعونها أنها شريعة إسلامية ما فيها لا روافض ولا مرتدين. طيب ليش؟ بأثناء ما حط السكينة على راسه وصار بده يعدمه، ما ظل عندي حيلة أبدا، نزلت راسي على الأرض هيك، يعني مشان ما أشوف بشاعة المنظر. طبعا كنت بسن صغير كمان. سمعت الشاب نطق الشهادة، هون أنا انفجرت كتير، انفجرت من جوا. يعني حتى حكيت بذاك الوقت عن حطوني بجنبه وقصوني كمان، ما عادوا مشكلة. قلنا إنه هاي الشرعيات مدعينها ادعاء بعيدة عن الدين. هون أنا عيني ما صارت تشوف غير الانتقام والبغض من عنهم. كنا نتابع الأخبار، طبعا تحرير المناطق، وقت ما الحزب باشر بقدومه على هاي المناطق لتحريرها من داعش، صرت تابع الأخبار. صرت تشوف الرفاق اللي يحررون هاي المناطق، يعني كمية المقاومة اللي موجودة فيهم، وعمليات التمشيط كيف كانت، يعني استراتيجية غريبة جدا. صار عندي حماس، ومع انه هي المناطق بعيدة عنا كيلومترات. يعني انا بالمرقدة، هي كانت بالعريشة شدادي تقريبا، هي المناطق يعني بعيدة عنا، بس مع هيك حسيت بحماس، حسيت انه في قرب اكثر. للعلم انا كنت اتابع الاخبار، داعش كانت مانعة دشات ذاك الاوقات، كانت بدها تشوف دش موجود عند بيت تجي تكسره، ممنوع التلفزيونات. بس احنا كان عندنا شيء صغير، نطلعوا بالليل ونخفيه بالنهار. طبعا بعد تحرير منطقتي التجأت انا واخوي و3 من جيراننا لعند نقطة للرفاق بالعزاوي هون. طبعا كان في 3 شباب من الحسكة كمان بهي النقطة، يعني في معارف بيناتهم. فتنا قعدنا، يعني تناقشنا مع الرفاق هنيك. أنا صرت لحق كثير بالأسئلة، يعني هذا الحزب على شو،
آه، المبدئيات، الأساسيات، مين قائد الحزب، شو سياسته، منهجته. طبعا كنت كل سؤال أسأله باخذ إجابتي وبتعمق أكثر. يعني بيجي بينطرح عليه سؤال ثاني. منطقتي تحررت عام 2017 تقريبا الشهر العاشر. ذكرت انه في رفاق كانوا بالنقطة هي اللي احنا رحنا عليها، كانوا من الحسكة، يعني من معارف وقرايبين هيك. يعني كنت اسأل انا، طبعا هالحكي بالشهر العاشر 2017. الشهر 11 انا انضميت على هذا الحزب، انا واخوي انضمينا سوا. هون انا بلشت يعني ادخل مع الرفاق بمناقشات لما كانوا يحرروا المناطق، ولما كانوا يدخلون على المناطق اللي بيها داعش وكيف كان يتم طرد داعش من هي المناطق. صار عندي حماس كتير اني شارك بهي الحملات. طبعا كان قوميتانا طلبت منه، قال لي تمام مو مشكلة، واذا عندك هي الحماس تطلع. طلعت طبعا استلمت مهامي وشاركت بهي الحملات. طبعا دير الزور، ابو حمام، هي المناطق اللي متعدده وقوفا لهجين. وقفنا طبعا بهجين. كانت الحملات طبعا فيها نوع من الصعوبه، صح، لانه احنا بنقاتل يعني التنظيم الاكثر مخافه بهذا العالم. كنا نحارب، بس كنا نتغلب على هذا الخوف من ناحيه الرفاقيات اللي موجوده بيناتنا، المعنويات اللي كانوا يعطونا اياها قاده الجبهات، القائدين طبعا الجبهات، تبعين الطوابير اللي معانا، رفقاتنا. طبعا ضمن اطار الحرب كنا نطلع على بعض، يعني كنا نطمن على بعض. هي الشيء ساعدنا انه دافع اكثر، يعني طردنا الخوف من هي المرحله، الرفاقيات اللي منتشره بيناتنا احنا. طبعا كمان ذكر نقطه، انا بين الحملات لأول مرة أشوفها بحياتي كان في رفيقات يبجة كمان من المرأة كانوا يقاتلوا كمان بهي الجبهات. صار الدافع دافعين كمان، يعني إذا يعني رفيقة مرأة عم تقاوم بهي الجبهة، أنا واللي مثلي شو ناقصهم كمان إذا بدهم يقاوموا بهي الجبهة. وقفنا طبعا خط الجبهة كانت فترة قصيرة، وقفنا خط الجبهة بها، رجعنا. كان في عندنا دورة، دخلنا على هاي الدورة. دورة كانت 40 يوم، تدريب إيديولوجي أولا، سياسي وعسكري. دخلنا بالتدريب الإيديولوجي. لما دخلت الدورة كانت إيديولوجية سياسية وعسكرية. أول الدورة تعرفت طبعا على بطل المقاومة، القائد عبد الله أوجلاء، رمز المقاومة مظلوم دوغا، ورفاق مقاومة السجون كمان. تعلمت كمان التعايش المشترك. طبعا ضمن هي الدورة كانوا بيناتنا رفاق طبعا أكراد، كان برفيقات المرأة كمان يجوا يعطونا درس. يعني صار عندي يعني دوافع أكثر. طبعا من أخذنا درس التعايش المشترك، أخوة الشعوب، أخوة السلاح. طبعا هون أنا صارت عندي فكرة لا تفريق. طبعا معروفة أنه الدولة كانت حاطة عنا اللي هو توحيد شيء واحد، بين جمهورية بين قوسين، جمهورية العربية السورية. هذا اللي كان يعني ما يخلي فيه تعايش مشترك ضمن هي النقطة. بس لا، لما تعرفت على هي الدورات وخضعت لهي الدورات توسعت أكثر بالنهج القائد. وطبعا حكونا كمان رفاق عن مسيرة الشهداء. طبعا هذا مسيرة الشهداء كمان حطت لنا خطة أكثر، يعني هي اللي خلتنا نتمسك بهي الخطة ونتابع إلها.
تلقينا كمان التدريب السياسي، يعني المؤامرات والكذا واللي هاي الشغلات. نجي كمان على التدريب العسكري. بالطابور أول ما طوعت كمان أعطوني تدريب عسكري يعني، بس لو أنا أخذت تدريب عسكري أكثر مفصل، مثلا حرب الشوارع، التكتيكات هيك. طبعا ضمن هاي الدورة كانت حوالي 75 رفيق، 100 رفيق تقريبا هيك كنا. بس كنا كرفيق واحد، هي الشيء اللي بذكر، كنا كرفيق واحد. لما تحرك كشخص واحد، إذا بنفوت على بالوردة نفوت كشخص واحد، وإذا نجاوب كمان نجاوب كشخص واحد. ما كان في بيناتنا أي تفرقة. طبعا كان في مكونين جوا، المكون العربي والمكون الكردي. مع ذلك ما كان في بيناتنا أي تفرقة. خرجنا من هاي الدورة. ضمن التخريج كمان كان الدوران العسكري والمراسيم اللي تقام مشان تخريج هي الدورة. يعني التصعيد العسكري هذا اللي بنى جواتي شخصية عسكرية. جوا الدورة انبنت جوايا شخصية، واللي هي الشخصية اللي تدافع عن الإنسانية. ولما صار التخريج انبنت جواتي الشخصية العسكرية اللي راح تقاوم مشان الإنسانية. نرجع الحملات. شاركت بحملة دير الزور، تحرير دير الزور، اللي التحرير الكامل تبع دير الزور. انتهت لي الحملات. طبعا ضمن هي الحملات صار علينا حصار تقريبا 4 أيام 5. كنا فايتين بالباغوز، بس يعني خطة عكس، كنا فايتين من فوق. كان في خطة ثانية يعني، وكان في خطة بديلة، بس فتنا احنا من فوق من عند المي. صار علينا حصار تقريبا 5 أيام. ما كان عندنا غير الشيء اللي متوفر هو الذخيرة، يعني اللوجستيك ما كان في، المي كمان كان حتى ما كان في. بس كنا مع ذلك مقاومين. وشاهدنا بهي 5 أيام شاهدنا تقريبا 3 اشتباكات نطلع فيها من الموت. من بيناتنا تصاوب عنا تقريبا رفيقين. رفيق استشهد. طبعا كثر الضغط اللي صار على الجبهة، صار في نوع من التخريبات الداخلية، شيء من الانسحاب الداخلي. يعني كان في مجموعات خلايا ضمن هي الصفوف اللي كانت داخل قدام. صار في ضغط على الجبهة، ما كان في سيارات تروح وترجع بسبب هذا الضغط اللي صار. طبعا الرفيق صفي دمه واستشهد. نقلنا، وكمان من عدم من النقطة ضمن الاشتباك تصاوب رفيق. طبعا رفيق إلي وكمان جاري، يعني جاري بالبلدة. لما قمنا وعطيته طبعا شوية معنويات مشان يتحمل جرحه. بس رفيقه كان صامد، يعني أحط لنا للنقطة كمان معنويات، بالمعنى هي اللي إحنا لازم نعطيه معنويات كونه انصاب. أنا أول مرة أشهد هي الإصابات يعني. هون صار عندي دافع، يعني كل ما تعمقت بهذا الحزب صار عندي دوافع أكثر، وصار عندي يعني شيء بدي أمشي عليه، يعني شيء مثل مهام، يعني مهام يومية لازم أنجزها. هذا الشيء سعفنا الرفيق، أخذه كمان على المشفى الميداني، وإحنا كمان طلينا بنقطة. طبعا ذكرت أنه كان الاشتباك جاري علينا بنفس اللحظة، بس الرفاق ما تركوا الرفيق، أجوا أخذوه. صار عندنا نقص بالذخيرة، صرنا نقلل شوي شوي. فترتها يعني كان عصر، كانوا الدواعش واصلين لعدنا على النقطة. طبعا من الاستراتيجيات الموجودة ما تقدر تساوي شيء إذا كانوا داعش تحتك. ليش؟ لأنه بس راح تعطي قوردينة النقطة. إذا داعش قريبة منك وما تقدر تساوي لهم شيء وأطلقت، راح تعطيهم إشارة إنه إحنا موجودين بهذا البيت. غاضلين ساكنين، وصلوا تحت كانوا يصيحون بأسماء.
اطلعوا يا خنازير البككة، هيك كانوا يقولون. طبعا التزمنا احنا، صمتنا. كان في النقطة اللي قدامنا على أساس إنه ما في أحدا. كمان احنا هي من استراتيجيتهم ومنيح كمان، كانوا خافين هي النقطة نهائيا لما يعني ضاقت علينا كثير. اشتباك ما بينهم وبين رفاقنا اللي بالنقطة اللي قدامنا اللي ما كنا نعرف إنه هاي نقطة. يعني الرفاق كانوا حاسبين حساب. تم القضاء عليهم. ثاني يوم كانوا يصيحون بالجامع. طبعا كان يوم جمعة. من الفجر كانوا يعني صلاة الفجر، وبعدها كانوا يحكوا إنه إحنا بقى بنترك الباغوز، يعني إحنا هون اللي دحر الروافض، هاي الحكي. كان معنا رفيق، الشيء اللي كان يحكيه الداعشي بالمنبر في منهم أحاديث، الرفيق اللي معنا كان يكملهم بداله. يعني حتى بالدين آخذين الشغلات اللي هم يريدونها بس، يعني في تكميلات للآية، فيها يعني شغلات ما تخدم مصلحتهم ما يحكوها. كان الرفيق اللي معنا يعني هون صار عندي تصادم يعني بأفكاري. اللي بالمنبر بيعطي خطبته أو بيأدي حديث ونحن ما راح نترك، وهذا والرفيق اللي معانا كمان كان يكرر ورا. طيب أنتم جايين يعني لرفع اسمه راية إسلام غيره، ما الرفيق يعرف؟ احنا على أساس إنه ما كنا نعرف قبل يعني. استخدمنا الخطة البديلة واللي هي تغيير موضع الجبهة. كان انسحابنا من المنطقة الباغوز الفوقاني، انتقلنا على الخطة البديلة. باشرنا كمان رجعنا بالحملات، بس كان أسهل بكتير لأنه احنا كنا منهجين رفاق سادين الجبهة وإحنا كنا من فوق، يعني مثل نساوي عملية ضغط. أثر علينا الشيء هذا، سحبنا على الخطة الثانية. بلشنا بهي المهام. وصلنا تقريبا لحد السوسة. طبعا الطابور اللي أنا كنت فيه أغلبه يعني بعرفه قبل الرفاقية. دخلنا لجروب الصادرية. قالوا جهزون حالكم المساء الساعة 9 تقريبا راح تمشي الصادرية. جهزنا حالنا، كنا جاهزين وعلى دراية وكامل، يعني كامل قوانا انه راح نمشي. مشينا هذاك اليوم. واحد من الرفاق قال انه انا بس ارجع راح اكتب التاريخ على جدار البيت ووقت التحرير. أو كنا يعني نمزح وإحنا ماشيين بالصادرية، كنا نمزح ونحكي مع بعض. من هذا الحكي وصلنا لعند نقطة التثبيت اللي هي صايرة بأولى الجبهة.
واحد من الرفاق الصدرية نبهنا قال انه في جنبكم حركة مو طبيعية، يعني شيء طبيعي انه يكون اول الجبهة لازم يكون ماخذ حذر، انتبهوا. ايه انتبهنا، قال حتى يمكن في انفاق حوالي البيت، ها انتبهوا. ايه طلعنا مباشرة على السطح، ثبتنا، رمينا طبعا الحشوات، الغاضف والبكسي، شنطة البكسي. واحد من الرفاق قال انا ما بضل هيك، لازم انزل وامن البيت، ايش ما كان لازم امن البيت. يعني تحسبا اخذ الاحتياطيات، لانه احنا اول الجبهه، يعني اذا يجي داعش من تحت متسلل راح يمسك علينا الدرج وراح يمسكنا كلياتنا. إيه. وافقوا الرفاق بهاي الفكره، نزل، ما تحملت. نزلت معه، قلت له انا انزل معك كمان. نزلت مع الرفيق، او انه برفيق ثالث كمان نزل معي، قال انا ما اترككم كلياتكم تروحوا، انا اروح معكم. رحنا ثلاثه، سكرنا البوب منيح، امنا البيت. ضل باب واحد، واللي هو حسيت انه حتى كمان غرفه منفرده عن هي الغرف. فتت انا على الغرفه، والرفاق كانوا فايتين قدامي، كانوا يسكروا بالباب. انا وصلت بنص الغرفه، هون صار شيء، طبعا صار الانفجار. انا ما حسيت بالانفجار الا لما ارتفعت فوق. راسي طبعا ضرب السقف، اجيت على الارض. كنت جاي على ايديني من هون. طبعا فيه عصب هون، بس ينضرب ايدين تتخدر. ايه انا الشيء الوحيد اللي كنت حاسس انه فقدته هو ايديني. طبعا جسمي ماني حاسس بيه نهائي. الضربة كانت قوية جدا، صوت ضجيج براسي، ما بشوف شيء من الدخان، بس بسمع آهات الرفاق اللي موجودين معي. ومع ذلك اطمنت على صوتهم، اطمنت انه ما في واحد منهم مستشهد، اصابات على الاقليه. طمنت هيك نوعا ما، بس لحد هلا انا ما بعرف شو صاير فيني. يعني صراحه اجاني اكثر من تفكير. اولا اجاني تفكير انه بما اني انا اسمع وما بقدر احكي وشايف شيء بسيط وجسمي ما بحس به، قلت معناته هي نهايتي، هنا آخر المطاف. كانت التفكير الثاني كمان، يعني شو راح يكون موقف رفاقي اللي أنا استشهدت من بيناتهم. يعني أنا حزنت من بدال بهي اللحظة، يعني حتى على حزنهم علي أنا، يعني هيك كان يجيني شعور مريب. اللي بفجأة أنا بين إني مغمض عيوني فتح، ما بعرف ليش إيش صاير وإيش فيه. يعني كأنه هي الحادثة وقعت أكثر من ساعة، مو دقائق وثواني. كان ابن عمي هناك كمان بالجبهة، كان نط علي من الشباك. أنا لما شفته ما عرفت إنه هذا ابن عمي، يعني فكرت إنه هذا من داعش وانتهينا هون. يعني ايديني قلت لكم ما بحس بيهم، جسمي ما بحس بيه، سلمت امري. بس اعرف انه غمضت عيوني، كنت فتح عيوني، يعني انا صاير معي هذا الشيء. يعني بين حس انه هذا حلم وبين حس انه هذا بي شيء من الحقيقه. فتحت عيني هيك، شفت انه عمي يجروني من ايديني، بشوف بس السقف، ما عرفت ايش صاير. غمضت عيوني كمان، لقيت حالي برا. طبعا هون انا لما فتحت عيوني كنت حاسس بجسمي، بس ما كان في وجع. كان ابن عمي يمسح بوجهي، يحط علي مي، وكان ماسك راسي هيك. انا سالته ايش في، يعني حتى من الصدمه سالته ايش في. يعني قال لي ما في شيء. قلت له ارفع لي راسي شوي. رفع راسي، لما شفت منظر رجليني هون تاكدت انه انا صحيح مصاب او مصابيت.
آآ ما باخفي أنا وقع عندي نوع من الطمأنينة، إنه خلاص إصابة، يعني بما إنه أنا بيدين رفاقي طمن. إمم. بس إنه ما أكون بيدين داعش يعني. انتقلت من هونيك لمشفى خابات بقامشلي. طبعًا إصابتي كانت 2019. آآ تلقيت العلاج هونيك بدائيًا، كان في صيغ بيجري تثبيت. طبعًا الإصابة اللي أكثر تمركز بالإجرهي. الإجرهي كان في طبعًا قطع بالوريد، كان على أساس يسووا له تصليح وريد، بس آخر لحظاتها صار عندي تسمم بالوريد، صار في قرقرينة بأصابعي أدى إلى بترة. الدكتور لمن شاف يعني نتائج الشيء اللي صار، الدكتور قال لي رجلك هي إذا فيها 1% راح أشتغل عليها، ما راح أتركها، لأنه كان البتر لرجلي هي. طبعًا أول فترة 15 يوم كان في عندي شوي اضطراب بالذاكرة. طبعًا حتى يعني شغلات أتذكرها شغلات ما أتذكرها. بالمشفى كانوا يعني شبه إنه مو مسجلين سجلاتي كاسم وكذا. لهيك أهلي كانوا يدوروا علي بذلك الأوقات. ومن ضمن المشفى كان في كمان إلي معارف تعرفوا علي ووصلوا سيرة لأهلي. أول ما إجوا أهلي علي أنا يعني بهي الأوقات كانوا مو صاير علي شيء، لا من ناحية، وحتى لما مروا من قدامي كانوا مو عارفانيني إلا أنا ناديتهم. طبعا تأثير الإصابة. أي لما شفت أهلي ويعني حكوا معي، يعني تغيرت عندي النظرة من ناحية إصابة وما إصابة وغيره. بعدها تساوى على عملية البتر الهجري. بعد ما صار فيها غرغرينة تشكل عاد العلاج على الرجل الثانية. طبعا كنت ذاكر أن الدكتور قال أنه حتى لو فيها 1% راح أشتغل عليها. اشتغل طبعا الدكتور، تعب معي والرفاق كمان تعبوا معي. بفترة تقريبا كنت بالمستشفى حد 4 شهور. اتضح أن طبعا أمر آخر أنه في بالركبة الرباط الصليبي كان مقطوع. تحولت على الشام. من هناك الرفاق كمان يعني أول مرة أنا أطلع على الشام. صار في تنسيق ما بين الرفاق والدولي الموجودة هناك. طبعا رحنا على بيت الرفاق، بيت الجرحى. بعدها طلعنا على المشافي، كانت بمشفى الأندلس. سويت عملية تصنيع الرباط. بعدين رجعت قال لي الدكتور بعد 6 شهور بتساوي العملية اللي اسمه العلاج الفيزيائي. هون تابعت كمان. جيت بين رفقاتي طبعا بعد العملية. كنت متحول على بيت الغازية هون. كنت متعرف على رفاق هون. يعني إصابات أول مرة أشوف أنا أنواع هي من الإصابات، مع أنه أنا عندي إصابة بتر. هون كان عندي تخفيف للإصابة. شفت الرفاق ما بيناتهم، التعاون ويعني العمل. عرفت انه النقطة انه انت بس تتصاوب. هي كانت قبل الحكي هذا ايام الإصابة. كنت اعرف انه انت صبت تقعد بالبيت. بعد ما انتقلت لبيت الغازية هون النقطة ما بتوقف هون، لا. انت بشو بلشت بتكمل، حتى لو كنت فاقد نظر، ايد، طرف، بتكمل. طبعا هون ضمن المركز كمان كنا عم نتفرج على سنفيزيونات وتحليلات للقائد أبو. كان في مقولة ذكرها القائد على أنه في بعض الرفاق المصابين اللي فاقد طرف، واللي فاقد عين، واللي فاقد إيد.
يعني هون ما بتوقف هاي النقطة عليهم، ما دام في مخ بيشتغل، بتقعد تحلل، بتقاوم يعني بأفكارك. يعني انتقلت الحرب من السلاح على شو اسمه الأفكار. هون صار عندي دوافع بعد الإصابة. هون ما صار عندي تفكير بعد الإصابة. رحت على البيت، كان جوني زيارات من القرية وكذا، إنه كان يحكوا، يسألوني عن الإصابة وكذا واللي زي منه. طبعا أنا كنت جاوب، بس كنت مستخف بهي العقول أثناءها. رجعت، ما طولت الإجازة بالبيت، رجعت على المركز لهون، حسيت إنه هذا انتمائي الوحيد هون بالمركز. طبعا من خلال التدريب اللي خضعته بالمركز والكذا، حتى هونت علي مدة الجبصين اللي بيجري. بعدها فكيت الجبصين، انتقلت المعالجة الفيزيائية. مع المعالجة الفيزيائية صرت عندي إصرار أني أنا أعالج فيزيائي وأرجع أوقف على رجليني. ليش صار في دافع أني أوقف على رجليني؟ صار في شيء يقول لي وقف. أنا طبعا يعني صار عندي مثل أفكار وهيك. المقاومة على 3 أنواع، إن كان بالسلاح، إن كان إعلاميا، إن كان بالقلم. يعني ما في مقاومة تمنعني إني أرجع ناضل بإصابتي. هون هاي حطيتها مبدأ إلي. اشتغلت مع رفاق ما بيناتهم هون. انفرزت هون بالمركز على لجنة الأرشيف. لما صرت أشوف حالي أشتغل ما بين الرفاق وفعال، يعني ما كنت حس بالإصابة، والرفاق اللي معي كمان ما كنت حس إنه هم رفاق لهم إصابات أو في شيء عائق جسدي. ليش؟ لأنه في هون تضخيم للأفكار. هون شاهدنا كتير فعاليات وكتير دروس ومحاضرات. حتى بآخر فترة كنت جهز نفسي لأعطي محاضرة لرفاق جرحى. كنت أتميت هاي المهمة، بس بسبب الأوضاع ما كملت بالتدريب. بس إن شاء الله بالأيام القادمة أني أكمل. يعني هون ما بين رفاق الجرحى ورفاق الغازيين، يعني عن جد ما حسيت بإصابة ولا حسيت بالروح الوحدة. يعني خلاص رفيقي، يعني صرت أشوف رفيقي كما أشوف نفسي أنا. يعني بشكل عام هون بالمركز يعني يصير عنا بعض مرات فعاليات نطلع نشارك بيها، يصير عندنا دروس نطلع نشارك بيها. يعني تشييع لشهدائنا كمان كنا نقف بهي المراحل. أنا ركبت طرف صناعي، وكان بي طبعا دكاترة تبع الفيزيائيين اللي موجودين بمنظمة الهلال الأحمر الأطراف الصناعية قالوا الطرف لا تمشي عليه كتير، في مضرة لأجرك. مع ذلك أنا ما كنت ضر صحتي ولا كنت أنه التزم بهاي القاعدة كتير، لأنه كنت على طول ماخذ نفسي أنه أنا دكتور نفسي، بهذا المبدأ. الإنسان بس يكون عنده مبدأ ما بيخاف من شيء، هي أولى، ولا بيحس أنه هو عنده نقص بشيء، إن كان عين ولا إن كان إيد ولا إن كان رجل. بس يكون عنده مبدأ يمشي عليه أو مسيرة يكملها، ويعني راية بده يرفعها بالآخر، رفاق بده ياخذ انتقامهم، ما راح يحط قدامه أي عائق. الدورات اللي ناخذها هون بالمركز، الدورات الأيديولوجية طبعا ما بتنقطع. ليش؟ لأنه في مقول القائد التدريب ثم تدريب ثم تدريب. هون التدريب ما في له يعني أوقات إنك تستريح من التدريب أو كذا، بالعكس أنت بدك تستريح بدك تدخل للتدريب، أنت بدك تقاوم بدك تدخل للتدريب، أنت بدك تثبت نفسك تثبت جدارتك بدك تفوت للتدريب، بدك تحط لنفسك مبدأ بتفوت للتدريب. التدريب عندنا هون مثل الأكل والشرب. بالأسبوع طبعا على طول عندنا تدريب هون بالمركز. في أيام بنفوت ناخذ بها تدريب يعني محكم في بعض الخاصيات.
احنا والرفاق. النقطة الثانية، احنا احيانا كنا ناخذ مع الرفاق العساكر، احيانا ناخذ مع رفاق الجرحى هون. يعني نلم رفاق الجرحى هون ناخذ تدريب، احيانا الرفاق اللي موجودين بالمركز تركز علينا كثير شغلات، نحضر السيرفزيونات تبع تحليلات القائد. طبعا بكل مناسبة كنا ناخذ عنها شرح مفصل، مثل مقاومة السجون. كنا داخلين على السيرفزيون مقاومة السجون. طبعا أنا أقول أنه مقاومة السجون يعني ثاني ما يكون للرفاق اللي بدهم يقاومون، أولا لازم يكون للجرحى، أولا لازم يكون للجرحى، هذا مبدأ لازم يكون للجرحى. ليش؟ لأنه رفاق الجرحى في أغلبية منهم بيحسوا أنه خلاص انصابينا، ما عاد إن يعني مكانه، ما عاد إن شغل، ما عاد إن مكان شاغر بالمجتمع، هيك تفكيرهم. أما لما بده يجوا بيحضروا مقاومة السجون راح يتغير تفكيرهم، مثل ما أنا تغير تفكيري هون. يعني المؤامرة الدولية على القائد كمان كنا ماخذين على السيرفزيون. طبعا اكتشفنا بعض الشغلات، المؤامرات الدولية، الإحاطة الدولية اللي صارت على القائد مطالبة للإنسانية، وبنفس الوقت منظمة حقوق الإنسان ذات نفسها هي اللي تمنع حقوق الإنسان. هذا الشيء اللي اكتشفناه من السيرفزيون اللي كان فيه تحليلات للقائد. بدي أقول لرفقاتنا المتصاوبين أنه إصابتك هون هي رمز على أنه أنت شخص قاومت، هي من رموز المقاومة. لازم يكمل الرفاق بهذا الشيء لحتى يكون جدير بفعله أولا، ولحتى يكون صاحب مبدأ، وما لازم يظهر نقطة ضعفه. طبعا الإصابة مين نقطة ضعف؟ ذكرت أنه الإصابة هي رمز المقاومة. يعني احنا بلشنا بالمقاومة ورح ننتهي بمقاومة. ما راح نوقف عند أنه إصابة صار عندي ضعف جسدي. الفكر هو دافع كل شيء. هذا المبدأ، أنه يكون إنسان صاحب فكرة وماشي عليها، ومسيرة الشهداء كمان لازم تتكمل. هذا الشيء اللي حبيت أقوله.